تخيل إنك تصحى من النوم، تبص جنبك تلاقي أهلك كلهم ميتين، تخرج عشان تشوف حد يلحقك من الجيران تلاقي برضه الجيران كلهم ميتين، تطلع تجري في القرية تدور على حد يلحقك والصدمة إنك تلاقي أهل القرية كلهم ميتين. دي مش قصة خيالية، دي قصة حقيقية حصلت في الكاميرون واتصنفت إن هي من أغرب الكوارث الطبيعية في التاريخ. حكايتنا بتدور سنة 1986 في الكاميرون، وتحديدا في قرية اسمها سبورم، ودي قرية بسيطة عدد سكانها لا يتخطى ال1000 نسمة. كان بيعيش في القرية دي مزارع اسمه جوزيف هو وأسرته اللي كانت مكونة من زوجة وبنت وحيدة. الحياة في القرية كانت هادية وماشية بشكل طبيعي لحد ما يجي يوم من الأيام ويصحى جوزيف مخضوض على صوت مرعب يشبه صوت الانفجار. جوزيف قام من السرير مفزوع مش متأكد اللي سمعه ده كان صوت حقيقي ولا كان بيحلم، بس قبل ما يستوعب فجأة يسمع صوت غريب جاي من غرفة بنته، صوت كان يشبه الأنين أو حد بيقاوم حاجة معينة أو بيتخنق. فقام بسرعة جري على غرفة بنته ويفتح الباب علشان يشوف منظر مرعب جدا. البنت بقها كان بيطلع رغاوي وهي شبه بتطلع في الروح، علشان أول ما يشوف المنظر ده يقع من طوله ويفقد الوعي. وبعد كام ساعة من اللي حصل يصحى ويفوق جوزيف من الإغماء، لكن على صوت تخبيط جامد جدا على باب البيت. فقام فتح الباب ولقى جاره واقف قدامه وعمال يبص عليه من غير ما يتكلم ولا كلمة، كأنه جاي يطمن عليه في ذهول. وفي اللحظة دي افتكر جوزيف بنته واللي حصل من كام ساعة. جري بسرعة جوزيف على غرفة بنته تاني ويكتشف إن هي فرقة الحياة، وبسرعة يجري على أوضة زوجته ويكتشف إن هي كمان فرقة الحياة. بس قبل ما يستوعب اللي بيحصل يبص على جسمه فيلاقيه متغطي بمادة لزجة جدا، ورجله وإيديه مليانين جروح مش معروف مصدرها، علشان لما يشوف المنظر ده يفقد الوعي تاني للمرة التانية. وبعد كام ساعة يفوق جوزيف اللي كان فاكر نفسه إن هو عايش في حلم، وأول ما فاق خرج من البيت وراح لبيت جاره علشان يشوف قدامه منظر مرعب جدا. جاره ميت هو وأسرته كلها، فيجري بسرعة على بيت جاره التاني ويكتشف انه برضه ميت هو واسرته كلها. وهكذا كل بيت يروحه جوزيف في القرية يلاقي ان كل اللي فيه ميتين. جوزيف في الوقت ده كان فاكر ان هو بيحلم ومستحيل اللي بيحصل ده يكون حقيقي. جوزيف لف على كل بيوت القرية وهو عمال يصرخ ويكتشف إن أهل القرية كلهم ميتين. جوزيف ركب الدراجة النارية بتاعته وقرر يروح القرية المجاورة ليه يشوف حد ينقذه من اللي بيحصل ده، والصدمة هنا إنه لقى سكان أهل القرية المجاورة كلهم ميتين. مش بس أهل القرية، ده لقى الحيوانات مرمية ميتة حواليه في كل حتة، منظر مرعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. جوزيف كان على وشك إن هو يفقد عقله أو يموت من الرعب اللي كان عايش فيه، لكنه بسرعة قرر يطلع المدينة وتحديدا اتوجه للمستشفى اللي هناك. يا دوبك وصل قدام المستشفى ووقع من طوله وفقد وعيه للمرة الثالثة. فاق وهو جوه المستشفى وبدأ يحكي للأطباء اللي حصل له هو وأسرته وأهل القرية، علشان الأطباء أول ما تسمع الكلام اللي بيقوله ده بسرعة تبلغ الشرطة اللي اتحركت هي والإسعاف لقرية سبور علشان يفهموا إيه اللي بيحصل، وساعتها يشوفوا قدامهم منظر مرعب جدا. الناس فعلا كلها ميتين، حيوانات وأبقار ومواشي مرمية في كل حتة. وفي الوقت ده يكتشفوا إن 1700 شخص ماتوا وحوالي 3000 حيوان، والعدد كان أكتر من كده بكتير لو حسبنا قرية سبورم والقرى اللي جنبها. والسبب ورا كل ده كان سبب غريب جدا ومرعب في نفس الوقت، وهو بحيرة اسمها نيوس. البحيرة دي موجودة في حدود الكاميرون ونيجيريا، والبحيرة دي طلع فيها نشاط حراري أرضي في قاع البحيرة. اتسرب من قاع البحيرة غاز ثاني أكسيد الكربون لحد ما وصل للسطح، ومع مرور الوقت البحيرة كلها بقت مشبعة بغاز ثاني أكسيد الكربون، بس فضل محبوس جوه المية ملوش أثر لحد ما جه في يوم من الأيام وهو يوم الواقعة وسقطت أمطار غزيرة جدا فوق البحيرة دي علشان يتحول لونها من اللون الأزرق للون الأحمر. وبسبب سقوط الأمطار دي اتحرر غاز ثاني أكسيد الكربون من المية وانتشر في الجو بشكل سريع جدا، زي بالظبط لما تفتح ازازه حاجه ساقعه الصوت اللي بتسمعه اول ما تفتح الازازه هو صوت الغاز اللي اتحرر وكان مضغوط جواها. وده بالظبط اللي حصل لما المطر نزل فوق البحيره، كل الغاز المضغوط خرج وانتشر. والمشكله ان اي منطقه موجود فيها غاز ثاني اكسيد الكربون الغاز ده بيحل على طول محل الهواء. واللي حصل ان الغاز لما انتشر وصل للقريه وكل الناس اللي استنشقوه ماتوا، واللي عاش فيهم ناس اتعدى على الصعوبه، واللي كان من ضمنهم جوزيف اللي يعتبر نجي من اللي حصل ده بمعجزه. القصه دي مصنفة بأن هي من أغرب الكوارث الطبيعية في القرن العشرين، واتعمل منها كتير من الأفلام الوثائقية اللي اتكلمت عن الموضوع ده. ورغم إن الحكومة ركبت أنابيب لتفريغ الغاز ده إلا إن لحد يومنا هذا فالقرية دي مصنفة إن هي منطقة خطر. أشوفكم في حلقة جديدة، ما تنساش لايك شير سبسكرايب. سلام.